بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين مع وصفات وتدابير أم عبدو. كما راكم تشوفوا واني درت معكم السيجار، درتو بأصغر كيلة. كيلت بالكاس تاع لاتاي، وتقدروا تكيلوا بالكوبلي تاع القهوة. عندي هنايا حبة تاع البيض، زدت معاها رشة تاع الملح. عبرت قلت لكم بالكاس تاع لاتاي، درت كاس تاع سكر، ودرت مغرف صغيرة تاع لافاني مبشور تاع تشينا ولا القارص تقدروا ديروه. خلطهم مليح بالباطو حتى تشوفوا السكر تاعكم يعني ذاب والخليط تاعكم ابيض. نزيد معاهم كاس تاع لاتاي تاع الزيت، ونديرو غير بشويه ونخلط. بعد ما نخلط الزيت، نزيد كاس تاع حليب، يعني حليب يكون عادي بنفس العبر. نكمل كامل نعبر المقادير توعي. هنا درت الفرينه مع بطاطا خميره، ولم العجينه تاعي بالفرينه وخليها اطريه. والفرينه راني مغربلتها. السيجار هذا ما يشدش الوقت، يعني ديروا فيه وقفه. لما العجينه تاعي ونخليها طريه كما راكم تشوفوا. هنا جبت طبسي دهنته بالزيت، ودهنت يديا بالزيت، ونشكل صبيعات تاع السيجار. نشكلهم كامل كنية، وراني دايره الزيت يسخن باه تجيكم الخدمه سهله. يعني شكلوا كامل السيجار تاعكم ومن بعد طيبوه. كي تشكلوا كامل العجينه تاعكم، ديروا الزيت تاعكم يسخن وطيبوه السيجار تاعكم على نار تكون متوسطه. شكل كامل العجينه تاعي، شكلها قلت لكم، ونحطها على جهه، ومن بعد ندير الزيت تاعي يسخن ونطيبها. وندير السيجار تاعي طيب على نار تكون متوسطه. هنا الزيت راهو سخون. ندير كميه مليحه، نعمر كامل المقله، ونقعد نقلب السيجار. غير كل مرة على مرة قلبوه حتى تشوفوه، يعني تشوفوه طاب. نقلب السيجار، نقلبو، نقعد غير نقلب حتى تشوفوه طرطق. شوفوا كي يتفرلق السيجار وينحل لكم، عرفوا باللي راهو جا هذا السيجار جا ناجح وما يجيكمش خضر من الداخل. اذا ما طرطق لكمش، عرفوا باللي السيجار هذا هنايا ماهوش ناجح. لازم يعني كي ديروا الحبه يعني تتفرلق كيما راكم تشوفوا. شوف كيف راهي تفتح الحبه، تنفتح. يعني مرة على مرة قعدوا قلبوا حتى تطرطق الحبة ويجيكم السيجار خفيف. انا نبغي نطيبو احمر، كاين اللي بغى يطيبوه غير صفر، انا الحق نبغيه يطيب احمر. ومن بعد ما يطيب السيجار، نرمدو في السكر حرش وهو سخون باه يلصق في الحبة. الاصل تاع السيجار هو يترمد يعني سكر حرش. هي تقدروا ترمدوه في السكر غلاس ولا تعسلوه، يعني كيما تبغوا. قلت لكم بصح الاصل تاع السيجار يترمد في سكر حرش. نكمل كامل نطيب الحبات هذوك اللي بقاو لي ونرمدهم في السكر حرش. ومن بعد تشوفوا الشكل تاعو النهائي. نقسم معكم الحبه كيفاه يخرج من الداخل طايب ويجي يعني خفيف ويجي البنه، يعني ما نحكي لكمش. ان شاء الله برك تجربوه، وما تنسوش الدعاء لزوجي والوالديه، ان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.